بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. طبعا رمضان جه وخلص بخير وسلامة طبعا، والعيد جه وخلص برضه بخير وسلامة. هنصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا عملت ايه؟ حلة مكرونة كده ما شاء الله، شايفين المكرونة بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. جبت ايه بقى جنبها بقى؟ احنا زهقنا بقى من الاكل طبعا. ايه؟ انا بجيب صينية الكفتة من الفرن. طبعا في كفتة جاهزة بره وانا قاعدة محتارة قلت اعمل ايه، فلقيت كنت رايحه اجيب سجق مكان الكفته، فلقيت حد بيقول لي طب ما في عندك كفته نص سوي العلبه ب 100 جنيه. ما شاء الله تحفه نص سوي بالصلاه على الحبيب المصطفى. قلت اخدها وش كده بالصلاه على الحبيب قلبك يطيب. شايفين ما شاء الله تبارك الله، جميله جدا وتحفه والله والله جميله جدا. احسن ما بجيبها من الجزار وبفرمها وبشويها، يعني ما تجيش الكلفه. يعني انا لو جيت عملتها بره اقل من 400 جنيه مش هعملها. وطبعا الكيس دي ما شاء الله هي علبه صغيره كده، دي واحده اجيب العلبه على الحبيب المصطفى. كانت في العلبه دي كده بالصلاه على الحبيب المصطفى، ورميت الورقه اللي عليها ماشي. فطبعا عملنا المكرونه بتاعتنا ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وحابه كده بقى هجيب مخلل، فحبيت اعرفكم ان احنا عملنا اكلنا النهارده ثالث يوم العيد. عملنا كفته مشويه جايبينها من بره نص سوي، والمكرونه شايفين المكرونه ما شاء الله تبارك الله. اتفضلوا معانا يا احسن ناس في الدنيا كلها بره مصر وجوه مصر. ربنا يبارك فيكم وربنا يجازيكم خير. بالله عليكم ما تنسوش ام احمد في الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله، وكل سنه وحضراتكم دايما يا رب بالف خير وبصحه. وشكرا على اي حد بيعلق لي تعليق جميل. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، احسن ناس في الدنيا كلها بره مصر وجوه مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.